يا سلام! أنا فرحانة جدًا ومبسوطة، أولادي في منتهى الجمال النهاردة، الكبير ساعد الصغير، والوسطاني لعب مع الكبير، وكمان اتعاونوا ونضفوا البيت ورتبوه وخلوه في منتهى الجمال، ولما اختلفوا مع بعض قعدوا وشافوا مين الغلطان وحاولوا يحلوا المشكلة بطريقة هادية ومفيش أي صوت ولا دوشة. بجد أنا سعيدة جدًا. طبعا كل اللي حكيته دلوقتي ما حصلش خالص، لان مفيش عصاية سحرية هتخلي اولادنا ملايكة وما يتخانقوش مع بعض ولا يبقى فيه بينهم مشاكل. طبعا اللي انا حكيته ده كله مستحيل يحصل بالطريقة الهادية والسلسة دي. طبعا كلنا كأمهات بنعاني جدا جدا من مشاكل الولاد مع بعض، ودايما نقول ايه ده ما بيحبوش بعض، هما دول اخوات، احنا ما شفناش كده. انا زيك ام برضو وحاسه بيكي وعارفه ان دي اكتر حاجه بتضايقنا وبتسبب لنا ازمه في البيت. بس كده نرجع لورا شويه ونفتكر نفسنا واحنا صغيرين. يا ترى كنتي هاديه ومش بتعملي اي مشاكل في البيت مع اخواتك؟ اكيد لا طبعا. كلنا كنا بنعمل شقاوه وكنا بنتخانق مع اخواتنا، وماما كانت بتعلي صوتها وتقول بطلوا خناق، تعبتوني وتعبتوا قلبي. اكيد كلنا كده. بس احنا دلوقتي اولادنا بقوا اصعب شوية، انا معترفة بده، لكن انتي كأم واستقبالك لطريقة الخناق بتاعتهم والحلول اللي بتحطها لهم علشان تقللي من المشاكل اللي بينهم هيفرق جدا معاهم. علشان كده النهاردة انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده بناء عن طلب ام جميلة طلبت مني احط لها حلول علشان تعملها مع اولادها، علشان يقللوا شوية الخناق مع بعض ويبقوا بيحبوا بعض وتبقى الدنيا اهدى في البيت. بس قبل ما نقول الحلول بتاعتنا والحل السحري اللي هو مش سحري قوي يعني محتاج مننا صبر، قبل ما اقول الحل ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان اعملوا لايك للفيديو علشان ده بيشجعني وبيخليني ادور على الموضوعات المهمة اللي بتهمكم وبتهمني وابحث فيها واعمل لكم فيديوهات جديدة. خلاص كلنا اشتركنا في القناة وفعلنا زر الجرس وعملنا اللايك الجميل، يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. اهلا بيكم مرة تانية. دايما نسمع في البيت صوت الولاد: يا ماما اخويا زقني، يا ماما اختي ضربتني، يا ماما اخويا شتمني، يا ماما الحقيني ده نفخ في وشي، يا ماما يا ماما يا ماما. طول اليوم عمالين ينادوا عليكي ويا ماما الحقي، يا ماما شوفي، يا ماما ده حصل، يا ماما الحقينا. علشان كده انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده واخليه فيديو عملي، هيبقى فيه مجموعة من الانشطة اللي هي ان شاء الله هتهديلك الدنيا شوية مع الولاد. أنشطة هتعمليها مع أولادك هتألف ما بين قلوبهم إن شاء الله، هتعلمهم إزاي يكبروا بخاطر بعض، وكمان هيتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة. وهنشتغل مع أولادنا الأنشطة دي، بس محتاجة منك إن يكون عندك صبر وطولة بال، لأن مفيش حل سحري أبدا يخلي الأولاد إن هم يبقوا هادين ويبقوا رايقين وما يتخانقوش مع بعض، لكن عصبيتك وانفعالك لما هم بيتخانقوا بيخلي الموضوع يزيد ومش بيتحل أبدا. انا دايما بحب في الفيديوهات بتاعتي ان انا اعمل لكم انشطة علشان تمارسوها مع الولاد، ما يبقاش كلام مرسل وخلاص، لا، انشطة هتمارسيها مع اولادك، بس مارسيها زي ما انا قلتلك. وهاتي ورقة وقلم واكتبي معايا اول نشاط. اول نشاط معانا ان شاء الله وهو ان احنا نجيب ورق صغير وقلم، وهنعمل قرعة. هنكتب في كل ورقة اسم ولد من أولادنا أو بنت من بناتنا، هنكتب كل ورقة فيها اسم وهنعمل قرعة، وهنتفق مع بعض ونقول لهم يا حبايبي احنا في النشاط ده هنختار واحد مننا عن طريق القرعة وهنعمل له هدية في آخر الأسبوع، وده هيكون محبة مننا لأخونا أو لأختنا علشان احنا كلنا أسرة واحدة، ودايما لازم نفرح بعض ونسعد بعض. انتوا هتختاروا اسم واحد بس
علشان هو ده اللي في اخر الاسبوع هتجيبوا له الهديه. الهديه ممكن تكون بسيطه خالص، حاجه هو بيحبها او قلم او كراسه او اي حاجه يعني هو عاوزها ومحتاجها، او اكله هو بيحبها. هتجمعوا من بعض، وفي اخر الاسبوع في القعده الاسبوعيه بتاعتنا اللي احنا المفروض نكون بنعملها هنجيب الهديه ونقول اسم الشخص اللي هو فايز في القرعه ونقدم له الهديه ونعبر له عن حبنا. انت كده الفتي بين قلوب اولادك وخليتيهم يحبوا بعض ويفكروا في مصلحه بعض. بس في هتيجي وتقولي يا ريهام انت كده هتعملي لي مشكله في البيت. لو طلع واحد منهم الباقيين هيقولوا اشمعنى احنا، هو احنا المفروض نطلع احنا كمان، لا نعيد القرعه، انتوا اخترتوا غلط، لا انا اللي عايزه اكون الاول. لا، احنا نعلم اولادنا ان في نظام، وطالما في قرعه يبقى اللي طلع ده هو نصيبه من عند ربنا، وكل واحد ليه رزق ومكتوب وليه ميعاد معين. وطبعا اللي طلع الاول في الاسبوع ده مش هيطلع في الاسبوع اللي بعده، فكل اسبوع هنختار واحد، او ممكن يا ست تعمليها كل 3 ايام علشان محدش يزعل. انتي ظبطيها بقى بطريقتك وحسب ما انتي شايفه اولادك، بس الولاد لازم يفهموا ان في نظام، وان كل واحد ليه نصيب وليه قدر عند ربنا هياخده في ميعاده. الفكره دي تنفع الكبار وتنفع الصغيرين، حتى لو اولادك كبار هما برضو يناسبهم النشاط ده. انتي بتكلميهم وبتعرفيهم ان احنا كلنا اخوات ولازم نخاف على بعض ونفرح بعض علشان نبقى متحابين ومتعاونين مع بعض. تاني نشاط ممكن نعمله مع الولاد وهو جميل جدا، هتقعدي مع ولادك وهتعملوا دايرة في الارض، هتجيبوا ورق صغير وهتدي لكل ابن من اولادك هتديله ورقة وقلم، وهيكتب صفة حلوة في اخوه، يعني هيكتب صفة حلوة في اخوه بس ما يكتبش اسمه. وبعدين هنجمع الورق وهنحطه على الارض، وبعد كده هنسحب ورقة بورقة يكتب بقى صفات زي اخويا حنين، اختي بتساعدني في المذاكرة، اخويا بيديني حاجة حلوة لما يكون معاه، يعني يكتب الصفات الحلوة اللي هو شايفها في اخوه. وده بيخليه يعرف يشوف الصفات الكويسة في اخوه، ما يبقاش دايما شايف ان هو ده اللي بيضربني، ده اللي بيغزني، ده اللي بياخد حاجتي، ده اللي بيغلس عليا. لا، بتعلميهم يشوفوا الجانب الحلو في شخصيات بعضهم. وانت كمان هتكتبي كلمة حلوة في وسط الورق وهتقولي مثلا انا بحبكم كلكم، كلكم حبايبي، كلكم متعاونين، كلكم اولاد شاطرين. يعني انتي بتكتبي معاهم علشان تشاركيهم في النشاط ده وتعلميهم انهم الكلمة الطيبة صدقة، وانهم يجبروا بخاطر بعضهم. ثالث نشاط ممكن نعمله مع أولادنا وهو إننا نجيب لوحة ونعلقها في أوضة الولاد، وكل يوم نختار بالقرعة واحد من أولادنا كلنا نكتب له كلام حلو يفرحه، نكتب له أي كلمة تشجيعية مثلا، نكتب له دعاء، نكتب له بحبك، نكتب له أي حاجة تفرحه على اللوحة دي. كل يوم هنختار واحد منهم بس علشان نكتب له الكلام الحلو ده. وطبعا بابا هيكون مشارك معانا لان دور الاب مهم جدا جدا، والاولاد بياخدوه قدوة وبيحبوا ان هم يقلدوه. اظن النشاط ده هيفرحهم لانك كل يوم هتختاري واحد، فما فيش حد هيزعل ان شاء الله. حلو جدا النشاط ده، وانهم يتعودوا يشوفوا الكلام الحلو، يتعودوا انهم يقولوا الكلام الحلو، يتعودوا انهم يكتبوا الكلام الحلو. اولادنا هم صورة مننا، أولادنا زي ما بنعلمهم إن شاء الله هيطلعوا. إحنا نغرس فيهم الحب، اللطف، الكلام الحلو، المعاملات الجميلة، إن شاء الله هيطلعوا زي ما إحنا علمناهم بإذن الله. رابع نشاط ممكن نعمله مع أولادنا وهو جلسة نهاية الأسبوع، ونحط لها عنوان كده ونقول بداية أسبوع جديدة وجميلة بدون خلافات. في الجلسة دي هنتكلم عن الخلافات اللي حصلت بين الولاد وبعضهم في الأسبوع، ونخليهم يصفوا الخلافات اللي بينهم، والغلطان يعتذر وكل واحد يتقبل التاني. وانتي في نهاية الجلسة تحكي لهم
قصة من واقع الحياة عن فضل الإخوات وعن حب الإخوات وعن التعاون بين الإخوات، وهتقول لهم إن الإخوات هم سند لبعض، ملهمش غير بعض. الإخوات المفروض يكونوا متحابين، قلبهم على قلب بعض، لأن الأخ مش ممكن يتعوض تاني أبدا في الحياة. وهم لو كبار هاتلهم قصص من الواقع، لكن لو صغيرين ممكن تحكي لهم حواديت وخليهم يشاركوا معاكي، واللي عنده قصة أو حدوتة يقولها هو كمان. دي كانت الأربع أنشطة اللي هنعملهم مع أولادنا، ويا ريت تطبقوهم ويا ريت تكونوا كتبتوهم ورايا علشان نبدأ في التنفيذ. أنا هنفذهم وانتوا كمان تنفذوهم علشان إن شاء الله يجيبوا نتيجة كويسة مع الولاد. هما مش من أول مرة هيبقوا حلوين وهيسمعوا الكلام ومش هيبقى فيه خناق ولا صوت عالي ولا دوشة ولا أي حاجة. ده احنا بنشتغلوا مع الولاد، ومع الممارسة والصبر والاستمرارية الأولاد إن شاء الله هياخدوا على إنهم يكون لسانهم حلو مع بعض، إنهم يتفاهموا مع بعض، يبقى في حوار بينهم وبين بعض، مش كل حاجة خناق وصوت عالي واختلافات. احنا بنشتغل معاهم وبنستمر في الأنشطة علشان يتعودوا، وإن شاء الله تبقى النتيجة كويسة، بس محتاجة منك شوية صبر ومحتاجة منك طولة بال. طبعا في النهاية لازم تكوني انت قدوة ليهم، ما تشتميش، ما تضربيش، ما تزعقيش، ما تتنمريش على حد. حاولي تضبطي انفعالاتك، حاولي انك تدربي نفسك انك تكوني هادية علشان هم كمان يتعلموا منك وما يقولوش انت بتعلمينا حاجة وبتعملي حاجة تانية. دربي نفسك، كل شيء بالتدريب إن شاء الله هيجي. هوني على نفسك وإن شاء الله كل حاجة وليها حل، وإن شاء الله كله بالصبر وبالدعاء وبالاستعانة بالله هتتحل أي مشكلة بتقابلك. أولادنا هم نبتة جميلة ربنا وهبها لنا، وإحنا علينا إننا نسقيها بالحب، بالمودة، بالعطف، بالحضن، بالكلام الجميل. إن شاء الله تطلع نبتة صالحة إن شاء الله وتفرحنا في الدنيا وفي الآخرة. في نهاية الفيديو أتمنى إن الفيديو يكون خفيف عليكم واستفدتوا منه وتطبقوا الأنشطة اللي اتكلمنا فيها. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، لأننا إن شاء الله هنتكلم في فيديوهات مهمة جدا جدا وبتقابلنا في حياتنا، وقيم لازم نزرعها في أولادنا علشان نواجه المتغيرات اللي حاصلة في المجتمع واللي بتقابل أولادنا. أتمنى الفيديو يكون أفادكم، واستنوني وفيديو جديد. ولو عندكم أي سؤال اكتبولي في التعليقات وهرد عليكم إن شاء الله. ومع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.